السلام عليكم، ونبدأ نشرتنا الإخبارية من خبر مفرح يبشر بالتفوق المغربي، حيث سجل التلميذ عمر الحريري البالغ من العمر 17 عاما والدارس بالثانوية التأهيلية الملاك الأزرق الخصوصية التابعة للمديرية الإقليمية بالجديدة أعلى معدل على الصعيد الوطني في امتحانات البكالوريا، وذلك ضمن دورة 2025. عمر حصل على معدل استثنائي قدره 19.61 في شعبة العلوم الرياضية A خيار فرنسي، ليتصدر قائمة الناجحين على المستوى الوطني إلى جانب التلميذة هبة بناني التي تتابع دراستها بمجموعة مدارس العلمية بالصخيرات تمارا في شعبة العلوم الفيزيائية. عمرو عبر عن سعادته الكبيرة بهذا الإنجاز المميز، مشيراً إلى أن هذا التفوق لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة لعمل جاد ومستمر طوال سنوات دراسته السابقة، مدعوماً بمساندة مباشرة من والديه وأساتذته. وفي تصريح له، أكد عمر على أهمية التحضير الجيد للبكالوريا، مشيراً إلى ضرورة تنظيم الوقت والتحضير النفسي للمستقبل بعزم وإصرار. من جهته، أكد محمد الشرايبي مدير مؤسسة الملاك الأزرق الخاصة أن هذا التتويج هو ثمرة جهود التلميذ وعمل الأطر التربوي بالمؤسسة، بالإضافة إلى الدعم المعنوي والمادي من أسرته، وهو بمثابة تكريم لجميع العاملين في المؤسسة. الجدير بالذكر أن مجموع المترشحين الممدرسين في المديرية الإقليمية للجديدة بلغ 8365، منهم 4643 من الإناث، حيث بلغت نسبة النجاح في المديرية 59.32%، فيما حققت جهة الدار البيضاء سطات نسبة نجاح 61.49%. وتجدر الإشارة إلى أن المديرية الإقليمية بالجديدة احتلت المرتبة 9 على الصعيد الوطني في نسبة النجاح، وهي نفس المرتبة التي احتلتها السنة الماضية. بهذا نختتم هذه النشرة التي تبرز التفوق الدراسي والتميز المغربي في البكالوريا. في النهاية، تهانينا للتلميذ عمر الحريري وجميع المتفوقين. شكرا لكم ودمتم في رعاية الله.